الحقيقه ان الموضوع كله بيبقى في ايد الزوج. مهما كانت الزوجه شخصيه لطيفه وشخصيه حلوه وجميله وتقدر تتعامل مع الناس، الموضوع كله في ايد الزوج. لو الزوج شخصيته قويه وناضج كفايه ان هو يقدر يفرق بين بره بوالديه وحفاظه على والديه وحفاظه على برهم، وبين ان في ست داخله البيت ده جديده من حقها يبقى ليها خصوصيتها ومن حقها يبقى ليها حدودها. تمام؟ طيب انا هعرف ازاي شخصيته عامله ازاي؟ هدي لنفسي فرصه في فتره الخطوبه، هدي لنفسي فرصه كده وابتدي ان انا اراقب البني ادم ده لما بتحصل مشكله بيتعامل ازاي، عنده قدره على المواجهه ولا لا، عنده قدوه ان هو يحميني ويرسم لي حدود واضحه من غير ما يزعل اهله ويوقعني في مشكله، لانه برضه ممكن يكون بيواجه وبيضايقهم، انت برضه اللي تتحطي في المشكله في الاخر. فلو هو عنده الدرجه دي من النضج وقوه الشخصيه ان هو يفرق بين بره الاهل وان هو يحافظ عليكي، يبقى خلاص ان شاء الله التجربه باذن الله تكون ناجحه. لكن لو اي حاجه تانية عكس كده يبقى دي ريد فلاج، والافضل ان احنا ما نكملش في الجوازه دي.